لو انت في ثالثه اعدادي فالفيديو ده ليك، ازاي تراجع كل المواد قبل الامتحان وكمان تقفل. فيديو النهارده باذن الله هقول لكم ازاي تقفلوا كل ماده وازاي كمان تجيبوا اعلى الدرجات فيها، وكمان هديكم مصادر مختصره وسريعه تراجعوا منها كل ماده. فتابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول واهم ماده معانا النهارده وهي العربي، لان العربي عليه مجموع درجات كبير جدا وهيفرق جدا في المجموع بتاعه. وطبعا معظم العربي بيبقى حفظ سواء النصوص او دروس القراءه، معانا طبعا النحو والتعبير لانهم بيحتاجوا تفكير. فانا النهارده هديكم شويه قنوات تقريبا مخلص شرح العربي، حل وامتحانات وكمان مراجعات شامله. اول قناه معانا هي قناه مستر عمر ياقوت، بفضل الله مستر عمر ياقوت شارح جميع النصوص ودروس القراءه وكمان قواعد النحو باسلوب بسيط جدا وملم بكل جزئيه في المنهج. والقناه هتساعدك تفهم النحو وكمان هتساعدك تحل النصوص كويس. تاني قناه معانا هي قناه بتاع عربي، القناه دي هتعلمك ازاي تعرب صح وخاصه ازاي تحل اسئله القطعه اللي بتوقع معظم الطلبه. كمان على القناه هتلاقي مراجعات نحو كتير جدا وكمان فيها كورس نحو كامل من الصفر لجميع الطلاب. والمستر كمان حال الامتحانات المحافظات الشامله اللي في كتاب الامتحان، يعني هتفهم النحو وهتحل عليه كتير وكمان هتحل اسئله المحافظات. ودول اكبر قناتين هيساعدوك في مراجعه العربي. اما بقى عن افضل طريقه تذاكر بيها العربي هي انك تبدا تقرا الدرس القراءه كويس جدا او النصوص وتبدا تحفظه قطعه قطعه، لانك لما تقسم الدرس لاجزاء ده هيسهل عليك الحفظ جدا، بحيث انك تمسك كل جزء بمرادفاته ومظاهر الجمال اللي فيه وتفهمه وتحفظه كويس جدا. وبعد ما تتاكد انك حفظتها كويس جدا تدخل على الجزئيه اللي بعدها، ولازم تكرر النص اكتر من مره بالصوت لحد ما يثبت معاك. ما تنساش تكتب الملاحظات المهمه في كشكول عشان دايما تراجع عليها، وده هيكون كشكول المراجعه اللي هينفعك جدا ليله الامتحان. بعد كده هتروح تختبر مدى فهمك وحفظك للدرس، وهو انك تبدا تحل الاسئله اللي ورا الدرس على طول. الحل في العربي مهم جدا وطبعا في باقي المواد. تاني حاجه هي النحو، ازاي اذاكر النحو كويس. اول حاجه في النحو هو انك تجيب شرح الدرس من القنوات اللي انا رشحتها وبعد كده تذاكره كويس جدا. واهم حاجه هو انك تبدا تكتب القاعده في الكشكول اللي معاك بخط مبسط ومفهوم، لان مذاكرتك للنحو بالذات من ورا شرح المدرس وبخط ايدك حاجه بتثبت القواعد في دماغك اكتر. وطبعا ما ننساش الحل الكتير على اي درس بنراجعه، لان الحل الكتير بيخليك تعرف مستواك وصل لحد فين. لو انت بتحل ولقيت عندك اخطاء كتير في جزئيه معينه لازم ترجع تراجع تاني على الجزئيه دي وتفهمها كويس. وتاني ماده معانا النهارده وهي الرياضه من المواد اللي في ناس كتير مش بتحبها مع انها سهله جدا ومرتبطه ببعضها في ثالثه اعدادي. انا مثلا في الهندسه كلها بتتكلم عن حساب المثلثات وكذلك الجبر بيتكلم عن الدوائر، عشان كده جبت لكم اسهل وابسط طريقه تراجعوا بيها الرياضه. اول حاجه تعملها هو انك تتابع قناه يلا نفهم ماس، وهي قناه عليها شرح منهج الرياضه كامل لثالثه اعدادي، يعني هتلاقي شرح للجبر والهندسه في مكان واحد وكمان حل على كل اسئله دروس كتاب المعاصر هو افضل كتاب لازم تراجعوا منه الرياضه لانه اسئلته بتيجي دايما في الامتحانات. مستر احمد سرور كمان حلل كل اسئله الامتحانات النهائيه وعمل مراجعات شامله للهندسه والجبر، يعني هتذاكر وتحل امتحانات وتراجع كمان. اول حاجه تعملها وانت بتراجع هو انك تجيب شرح الدرس اللي انت عاوزه من على قناه يلا نفهم سواء بقى جبر او هندسه، هتلاقي الشرح وبعدها تبدا تذاكر القوانين وتكتبها بخط واضح وجميل في كشكول المراجعه. وبعدها على طول تبدا تحل مسائل كتير، وكل ما تحل مسائل اكتر مستواك هيزيد. وطبعا كل مساله ليها طريقه حل ومهما اختلف سياق المساله بس معظمهم بيتحلوا بقانون واحد. ولو لقيت قانون جديد اول مره تاخد بالك منه يا ريت تكتبه وتكتب المساله جنبه كمان في كشكول المراجعه، وده طبعا عشان تراجع القانون والمساله مره ثانيه. وده طبعا لان الرياضه بتحتاج حل كتير جدا وعلى طول دايما نراجع عليها بحل المسائل. وتاني قناه معانا هتراجع منها الرياضه هي قناه مجهر رياضيات. القناه عليها مراجعات شامله للمنهج كامل ولكن وقتها قصير جدا، لو راجعت منها هتوفر عليك وقت كبير جدا، يكون الشرح مبسط وفي وقت قصير جدا فما ياخدش منك وقت كبير. وما تنساش كشكول اللي هتلخص فيه قواعد القوانين بتاعه الجبر والهندسه وبعض المسائل المهمه، لان ده هيساعدك جدا في المراجعه ليله الامتحان. وانا في ثالثه اعدادي كنت دايما بعمل كشكول الخص فيه قواعد الجبر وقواعد الهندسه والحمد لله جبت 30 من 30 في الرياضه. وانتوا كمان باذن الله السنه دي هتجيبوا درجات عاليه وهتقفلوا الرياضه وكمان هتجيبوا مجموع عالي. وبكده اكون قلت لكم الطريقه اللي كنت بذاكر بيها الرياضه واهم القنوات اللي هتساعدكم في مراجعه الرياضه. تركيز زي ما قلت لكم انكم تبداوا حل مع نفسكم وكمان تدريبات كتاب المعاصر حلوها كويس جدا مره واثنين وثلاثه، لان زي ما قلت لكم الرياضه بتتراجع بحل المسائل. ثالث ماده معانا النهارده وهي الدراسات. طبعا الدراسات هي ماده الحفظ واللي بتسبب رعب كتير للطلبه اللي ملهاش خلق انها تحفظ وتكرر المعلومات كتير، عشان كده جبت لكم طريقه ذكيه جدا للمراجعه وكمان افضل طريقه تلموا بيها الدراسات وتكون دايما ثابته في دماغكم. في قناه جميله جدا هتساعدكم ان انتوا تثبتوا الشرح في دماغكم وهي قناه مستر عطا زكي شحاته. القناه دي عليها شرح كامل لمنهج الجغرافيا والتاريخ لثالثه اعدادي وشرحها جميل جدا ومبسط وجودته عاليه، وبصراحه القناه دي كل مره بتبهرني بجوده الشرح بتاعها، وباذن الله هتطلع من الفيديوهات فاهم وحافظ الدروس كويس جدا. طبعا معانا كتاب الامتحان في الدراسات ده اساسي للحفظ والمراجعه، وافضل طريقه تذاكر بيها الدراسات هي انك لما تبدا مذاكره الدرس اول حاجه تبدا فيها هي قراءه الدرس كامل بتركيز، بحيث انك تبدا تاخد نظره سريعه على الدرس كامل وتربط الاحداث ببعضها وايه هي اهم النقط اللي انت المفروض تركز عليها كويس، اهم الجزئيات اللي هي هتحتاج وقت كبير جدا في الحفظ. وبعد كده تبدا تحفظ جزئيه، يعني هتبدا تحفظ
تحفظ اول قطعه كويس جدا وتسمعها لنفسك كويس، وما تدخلش على القطعه اللي بعدها غير لما تتاكد انك حفظتها كويس جدا، وهكذا لحد اخر جزء في الدرس. وبعد كده تبدا تسال نفسك في الدرس كامل بعد ما تراجعه كله مره اخيره. طب احنا هنذاكر الدراسات بالكتابه ولا بالصوت؟ انا عن نفسي كنت بذاكر بالصوت، لان الكتابه مرهقه جدا وبتخليني اسرح او انام، فالصوت العالي افضل طريقه للمواد الحفظيه. ولو المعلومات مش راضيه انها تثبت معاك يا ريت تذاكرها بالكتابه افضل. وطبعا المذاكره بالصوت افضل بكتير لانها توفر عليك وقت كبير جدا، وخاصه ان احنا في وقت المراجعه ومحتاجين كل دقيقه. بعد كده ابدا وانت بتحفظ التاريخ انك تحفظه على هيئه قصه بكل احداثها عشان تبدا تثبت معاك وتفهمها اكتر. تاني حاجه مهمه في مذاكرتك للدراسات هي الحل، لازم تحل كتير جدا بعد ما تحفظ. وطبعا اهم حاجه هي اسئله كتاب الامتحان اللي ورا كل درس، واسئله الامتحانات الشامله بتاعه المحافظات. وما تيجي تراجع وتحل امتحانات كتير هتلاحظ ان كل الاسئله بتاعه المحافظات متكرره، صدقني انت هتحفظ الاسئله من كتر ما هي بتتكرر قدامك وانت بتحل في المحافظات. ركز على الاسئله اللي بتتكرر دايما واحفظها لانها ممكن تيجي في الامتحان بتاعك. رابع ماده معانا النهارده وهي الانجليزي، وطبعا الانجليزي محتاج حفظ كتير جدا للكلمات لانها هتساعدك في حل الاختيار اللي بيجي عليها دايما، وكمان في كتابه الباراجراف. ركزوا على اهم الكلمات في كل وحده واللي بتبقى دايما في اول مربع من كلمات الدرس. حاولوا تذاكروها كويس جدا وذاكروا كمان جمل للباراجراف من كل وحده. ازاي مثلا؟ هقول لكم لو عندكم مثلا وحده بتتكلم عن الرياضه، ابداوا احفظوا مثلا جمل بتتكلم عن الرياضه، واعرفوا كمان ازاي تكونوا جمل تكتبوها. اختاروا جمل سهله جدا، مش شرط تختاروا جمل صعبه، المهم ان انتوا تكتبوا حاجات وتاخدوا عليها درجات. ممكن كمان تكتبوا باراجراف لكل وحده عندكم في المنهج وتكتبوه بطريقتكم الخاصه. ممكن كمان تكتبوه بالعربي جمل سهله وبعدين تترجموها للانجليزي وتحفظوها لكل وحده، وبكده يبقى معاكم باراجراف متوقع لكل وحده وتبقوا مطمنين من سؤال الباراجراف. فالكلمات بوجه عام هتساعدكم تكتبوا باراجراف كويس، وكذلك كلمات القصه لازم تحفظوها كويس، هتضيف لكم حصيله لغويه كمان. بالنسبه للجرامر فلازم تشوفوا شرح ليه، وكمان تبداوا تحفظوا القواعد كويس جدا وتطبقوا عليها في حل اسئله كتير. وعشان كده جبت لكم افضل قناتين منزلين شرح للجرامر وكمان مراجعه لكل وحدات الانجليزي. اول قناه معانا وهي قناه مستر عمرو رجب. قناه مستر عمرو رجب عليها كميه كبيره جدا من الشرح وكمان المراجعات، هتلاقوا كمان منزل شرح ومراجعه لكل وحده من وحدات المنهج. وتاني قناه هتراجع منها الانجليزي هي قناه انجليش ويز ياسمينه، وزي ما انتم شايفين كده القناه عامله مراجعات كامله للمنهج كامل في اقل من ساعه، وكده هتراجع وتحل على الانجليزي في اقل من ساعه وكمان مش هتضيع وقت كبير. وده كله طبعا زائد حل اسئله الامتحانات الشامله. حلوا اسئله كتير جدا خلال الاسبوعين دول واتدربوا على الباراجراف كويس زي ما قلت لكم، وذاكروا سؤال الباراجراف زي ما قلت لكم بنفس الطريقه، وباذن الله هتضمنوا سؤال الباراجراف. بالنسبه للجرامر، الجرامر عاوز حل كتير جدا عشان تقدروا تعلوا مستواكم فيه. اسمعوا الشروحات اللي انا رشحتها وابداوا مذاكره على طول وحل. خامس ماده معانا وهي العلوم. العلوم طبعا محتاجه حفظ وكمان فهم. مثلا الوحده الاولى واللي بتتكلم عن 3 دروس اللي هي الحركه في اتجاه واحد، والتمثيل البياني للحركه في خط مستقيم، والكميات الفيزيائيه القياسيه والمتجهه. الوحده دي عباره عن قوانين ونظريات فيزيائيه، بعضها محتاج حفظ للنظري والاخر طبعا محتاج حفظ للقوانين، وده طبعا عكس الوحدات اللي هي محتاجه حفظ وبس. طبعا ما تحفظ او تبدا تذاكر او تفهم لازم تفهم الشرح كويس جدا لان ده هيسهل عليك كتير جدا في الحفظ. عشان كده جبت لكم اكتر قناتين منزلين شرح ومراجعات للعلوم. اول قناه هي قناه دكتور احمد مكرم، بجد القناه دي انا برشحها دائما وابدا لاي حد عاوز يفهم علوم. دخلت على القناه لقيته منزل شرح لكل درس منفصل وكمان عامل مراجعات شامله لكل وحده، طبعا منزل الاسئله على كل جزئيه من الاخر كده تريكات امتحان اخر السنه. تاني قناه معانا هي قناه دكتوره نادين استاذه العلوم والفيزياء. دكتوره نادين عامله مراجعه شامله على كل الوحدات بحيث انها تلم لك كل الواقع منك في كل وحده، يعني هتلم الوحده الواحده في اقل من ساعه او ساعتين. والقناه دي عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات هيساعدوكم جدا الفتره دي، ويا ريت تحلوا اسئله كتير جدا وتطبقوا كل اللي فهمتوه لان ده هيساعدكم اكتر. وباذن الله لما تحلوا اسئله المحافظات الشامله على العلوم هتحسوا باذن الله ان الاسئله كلها متكرره وسهله. واعملوا اللي عليكم لحد اخر لحظه ونظموا وقتكم، لسه فاضل اسبوعين على الامتحان، باذن الله تقدروا تلموا الدنيا. واعملوا اللي عليكم لحد اخر لحظه وباذن الله انتم قادرين تلموا المواد، وباذن الله فاضل اسبوعين على الامتحان، حتى لو انتوا اديتوا لكل ماده يومين او 3 هتقدروا تلموهم باذن الله وتراجعوا كويس جدا. وبس كده راجعوا كل ماده بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها وباذن الله هتراجعوا كل المواد وتجيبوا مجموع عالي الترم ده. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان في فيديوهات كتير هتساعدكم الفتره دي، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم اللي في ثالثه اعدادي. ولو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليكم في فيديو، واكتر كومنت جميل انا هثبته تحت في الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.